120 دقيقة كل إثارة وتشويق بين فريق ريال مدريد وريال سوسيداد في نصف نهائي كوبا ديل ري. مباراة الإياب باستاد برنابيو كانت مباراة ملحمة كبيرة، خاصة من جانب الضيف، من جانب ريال سوسيداد الذي أبهر في هذه المباراة وكان ندا بالنسبة لفريق ريال مدريد رغم الإصابات، رغم خروج المغربي نايف أكرد في الدقيقة 27 من الشوط الأول الذي كان متوازنا بين الفريقين، رغم وصول ريال مدريد عن طريق البرازيلي الأنيق الصغير كبير في العطاء إندريك الذي سجل بالبشنت وسجل بهدف سيبقى في سجل اللاعب، هو الهدف الخامس في هذه المسابقة بالنسبة لإندريك. مباراة كانت كما قلت كبيرة جدا وانتهت ب4-4 في استاد برنابيو، مع هدف الامتياز في ميدان ريال سوسيداد بالنسبة للميرينغي. هي المجموع خماسي مقابل 4 أهداف، مقابل 4 أهداف بالفعل بعد عناء كبير كما قلت على الميدان وأمام الأنصار. كارلو أنشيلوتي دائما ربما بعض الفرديات تنقذ هذا العجوز، فرضيات الحديث على فينيسيوس، الحديث على بيلينغهام اللي كان رائع في هذه المباراة، الحديث على الحاضر الغائب ذهنيا رودريغو، وكما قلت على مستوى النظام واللعب الجماعي والنهج التكتيكي الذي دخل به كارلو أنشيلوتي كان ربما في نقاش كثير، خاصة على مستوى الخط الدفاعي، بداية من راول أسينسيو اللي يشكل ثنائية معه ألابا غير جاهز بعد غياب دام لسنة ونصف وهو في غرفة العلاج. ربما يبدو أن ألابا لم يأتي من هذه الغرفة بعد، وقدم ربما واحدة من أسوأ مباريات هذا اللاعب في طيلة مشواره، سواء مع فريق البافاري أو مع بقميص الميرينغي. ولكن الغلط ليس غلط اللاعب نفسه، الحديث عن ألابا اللاعب النمساوي، بل هو غلط المدرب. كيف تقحم لاعب غير جائز 100% في مباراة نصف نهائي كهاتي، مباراة مصيرية ولديك انتصار صغير خارج الميدان صحيح، ولكن بالميدان أمام الأنصار لا تجازف بهذا اللاعب، وربما حرقته في هذه المباراة. سجل هدفين ضد مرماه، هدفين ألابا ضد مرماه بالخطأ. يبدو اللاعب أنا كان غير موجود بالمرة، مع أخطاء مباشرة في الثنائيات، في الإبعاد، في إخراج الكرة، أخطاء كانت مباشرة لهذا اللاعب. يبدو أنه غير جاهز، لا نلقي اللوم عليه. بالنسبة أيضا في وسط الميدان هناك كلام آخر، أخرج لوكاس فاسكيز في الدقائق الأخيرة من 90 دقيقة من الوقت القانوني من الباك اليمين، وغيره فقط مكان غيره بفالفيردي، وأدخل لاعب خط وسط اللي هو لوكا مودريتش اللي هو الآخر حتى السن ديالو أصبح بطء. عوض أنت بالتغييرات، هناك علامة استفهام كبيرة بالتغييرات التي أحدثها هذا العجوز، عوض أن يغير حركية ودينامية على مستوى خط وسط الميدان خاصة، ويعطي نجاعة أكثر ويعطي حركية أكثر من أجل أن لاعبين خط الهجوم يوجدوا كرات أكثر، يوجدوا مساحات من خلال إصلاح ما يمكن إصلاحه على خط وسط الميدان. هو أفسد خط وسط الميدان بهذا التغيير التكتيكي كما قلت بعد خروج لوكاس فاسكيز ودخول مودريتش مكانه، وكما قلت على مستوى خط وسط الميدان وأعاد فالفيردي إلى الباك اليمين. كل هذه ربما على تغييرات تبدو عجيبة من العشاق الميرينغي، يتساءلون عن أخطاء كثيرة، ماشي فقط في هذه المباراة، ليس فقط في هذه المباراة، بل المباريات الأخيرة على مستوى الليغا وعلى مستوى الشامبيونز ليغ وعلى مستوى أيضا كوبا ديل ري. كانت أسئلة كثيرة تطرح من طرف الجماهير، ربما تريد تفسيرات من المدرب في الندوات الصحفية أو المسؤولين على التواصل خاصة من ريال مدريد، ولكن المسؤول الأول والأخير والمتحدث الأول والأخير حول اختياراته الفنية وحول رسوماته التكتيكية والمدرب نفسه هو كارلو أنشيلوتي. في الآخر هو اللي كيحط البلونجو
ولكي يتحمل المسؤولية. هل سيؤتي بالثمار أم سيأتي بالعكس؟ انتظرنا أيضا دخول المغربي إبراهيم دياز، أعطاه فقط ربع ساعة الأخيرة من الأكسترا تايم واللاعب يبدو تراجع مستواه، وهذا جلوسه على الدكة أثر على مستوى اللاعب بشكل ملحوظ، وهذا ما كنا نخاف عليه في بداية هذا الموسم. كان يعطيه بعض الدقائق وكنا قلنا هذا الكلام واستبقنا هذا الكلام وقلنا بأن سيؤثر غياب إبراهيم دياز عن الرسمية وعن انتظامه في المشاركات في المباريات ريال مدريد بشكل رسمي، سيؤثر عليه سلبا. وشاهدنا عند دخوله لاعب تيجر رجليه، المستوى الحركية ديالو الدينامية في خط الهجوم ما شفناهاش، وهذا راجع كما قلت جلوسه على دكة البدلاء. للأسف الشديد كارلو دائما يفاجئنا ب يعني الأسماء التي ستدخل على مستوى الرسمية ولا حتى على مستوى التبديلات والتأخر، وهو معروف عليه المدرب الوحيد عالميا ربما يجري نادرا يجري تبديلات، ولكن رغم أنه غير في هذه المباراة، غير لأن المباراة طلبت منه ذلك وأرغمت عليه ذلك، لأن المباراة 120 دقيقة، فأكيد لاعبون اللي دخلوا كأساسيين استنزفوا على مستوى اللياقة البدنية، وبالتالي أصبح من الملح على كارلو أنشيلوتي أن يغير، وشاهدنا أنه صحح الخطأ ديالو، ولو هذا التبديل أتى متأخرا، خروج ألابا ودخول روديغر الذي سجل في هذه المباراة، واللاعب كان يبدو أنه كان جاهزا لهذه المباراة. هنا قلت علامات استفهام كبيرة تطرح على اختيارات المدرب الإيطالي. إذن كخلاصة المهم هو أن فريق ريال مدريد مر إلى نهائي الكوبا ديل ري واستخلص عديد الدروس من هذه المباريات التي كانت كما قلت معقدة، لا على اللاعبين ولا على الأنصار بالميدان بسانتياغو برنابيو، تؤدي بهذا الشكل وتنتهي المباراة في آخر المطاف بالرباعي بالتعادل 4-4. لولا هدف الذهاب لكانت ستكون الأمور تأخذك إلى ركلات الترجيح، وقد يقصى الريال وهنا حادث آخر كان سيكون. ولكن دائما كما قلت رغم تأهل الريال فهذه أسئلة ستطرح لابد منها على الإيطالي، المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تخوفا ربما من تكرار هذه الأخطاء مستقبلا وتكون النتائج عكسية على الفريق ريال مدريد. بعد من هذا الفيديو إخواني الأفاضل، نرجو البارتاج واللايك والتفاعل مع كل فيديوهاتنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.